الدكر لما وشه يحمر كده معناه بيقول لك انا جاهز للانتاج والتخصيب كله. والنتاية لو ما اسستهاش صح من صغرها هتاكل علف على الفاضي وهتتعبك في البيض وفي الرقاق. السر مش في كترة الاكل، السر في تكتكة المربي اللي يخلي البطة تنتج بيض زي المكنة. لو عايز البيض كله يطلع عمران والانتاج يملى المكان رزق، ركز معايا في الخلاصة دي. وقبل ما نبدأ انضم لكتيبة الغاويين واشترك في القناة عشان يوصلك سر الصنعة أول بأول. سلام عليكم أجمد كتيبة غواة في الدنيا كلها. النهاردة هنتكلم عن أهم موضوع بيهمنا كلنا كمربيين، ألا وهو عنقود البيض. إزاي أخلي عنقود البيض يفضل ما شاء الله مستمر معايا، وإزاي أحول البط بتاعي لمكنة شغالة إن شاء الله ما تبطلش. صلي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في كومنت، وتعالى أقول لك يا سيدي 4 أسرار هم فيهم تفجير عنقود البيض بإذن الله. أول سر إن شاء الله لما البطة بتلاقي وشها يحمر كده، إحنا أول شيء بنعمله بنمسكها ولا مؤاخذة بنقيسها. لو انتوا فاهمين معنى القياس، ان انا بقيس بصباعي او صباعين في المخرج عندها كده، عند عظمتين عندها في الاخر. لو لقيت صباعين عدوا او 3، لو 3 صوابع كده احنا خلاص بنستعد. بعمل ايه بقى؟ لازم ارفع ساعتها نسبة بروتين العلف لأقل حاجة 18% علف بياض، لأن ده بيأسس البطة لعنقود بيض مخزن مش أي كلام. ده بيخلي العنقود ما شاء الله متصل على طول. مش ما تستسهلش وتحط للبط في الوقت ده أي أكل وتديها أي أكل وتهمل. ساعتها البطة هتبقى عنقودها مش هيشيل الا بيضة 2، وانت اللي هتتعب يا غاوي في الاخر. السر التاني الجرجير والفلفل. الفلفل الاسود دول بقى يا باشا هما الهرمون الجبار اللي هتجيبه عشان التخصيب. انت هتجيب 5 حبات فلفل حصل ولا الفلفل الاسمر، هتحط 5 في بق الذكر و5 في بق النتاية، وتديهم ربطة جرجير يوميا. الفلفل الاسود بالنسبة لي بيسخن عنقود البيض، والجرجير فيتامين اي واللي هو وقود الانتاج. السر الثالث زي ما قلت لكم في الاول هو عظمة الحوض اللي انا كلمتكم عنها اللي هي عند البط. لو لقيت عظمة الحوض مقاسها بالنسبة لك عدى الصباعين او ال3، كده العنقود نزل في الحوض خلاص. كده العنقود نزل في الحوض عندها، وده معناه 48 ساعة وان شاء الله هتلاقي اول بيضة قدامك باذن من عند الله. السر الرابع بقى هو تأمين المكان بتاعهم. البطة لو خافت أو نقلتها من مكانها ممكن تحبس معاها عنقود البيض. سبحان الله، تقدر إنها تخلي البيض يتحجر جواها. ده لازم أوفر لها مكان آمن وهادي، لأن لو ما عملتش كده هيبقى مشكلة كبيرة وانت اللي هتخسر يا غاوي. المهم أنا ممكن أحط لها بيضة لما باجي يعني اجهز العيش. انا بحط لها بيضه في قلب العيش بتاعها اللي انا مجهزه لها عشان اشجعها ليها. لو هحط بيضه ممكن احط بيضه من فراخ بلدي، عندي فراخ هندي، ما كانش احط البيضه اللي هي البلاستيك دي. ده بيعمل بالنسبه لها ايه؟ ده بيعمل بالنسبه لها بيخليها يعني تتشجع على البيض زي ما بيقولوا كده. لانها اما بتلاقي بيضه في قلب المكان بتحس ان ده مكان امن، لان بدليل ان في بيضه موجوده. فهي بتبدا بقى خلاص هرمونات اللي بتاعت البيض بتاعتها بتشتغل، وتبدا تطمن للمكان وتبدا تتعامل على هذا الوضع. في النهاية يا غاويين، تربية المسكوفي مش مجرد رمي أكل وخلاص، دي عين فاحصة وتوفيق من رب العالمين. اللي سمعتوه النهاردة هو خلاصة التأسيس، وده اللي بيفرق بين مربي بيكسب ومربي بيحط علف على الأرض. لو مشيت على الخطوات اللي قلناها في سر العنقود، أوعدك إن شاء الله إنك هتسمع صوت البط الصغير في المكان عندك كله، والخير هيملى بيتك إن شاء الله، والبيض كله بإذن الله هيطلع عمران. لو عندك بط مريح مش بيبيض اكتب لي في التعليق عمرهم قد ايه وانت بتحط لهم اكل ايه، وباذن الله هرد عليك في اسرع وقت. ما تنساش لو الفيديو عجبك واستفدت منه اي شيء يا ريت تدعمنا بكلمة طيبة ولايك علشان استمر في كشف اسرار الغية.
واشوفكم على خير في فيديو تاني قريبا ان شاء الله. ما تنساش اشتراك ولايك وشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.